السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ معاكم كابتن حسام. النهارده جايين نتكلم على البدائل الصحيه او البدائل الغذائيه للسكر والمواد الحافظه والدهون المهدرجه والدهون الغير صحيه، ودي تكمله الفيديو قبل كده. لو ما شفتوش هسيبهولك في الكومنت تحت. وتعالى بقى اقول لك البدائل بتاعتنا او بدائل السكر والدهون والمواد الحافظه. اول حاجه والسكر او السكر الابيض، البديل بتاعه ممكن ناخد سكر دايت او عسل ابيض، بس طبعا بدون افراط بنسبه معينه، او برضو ما يكونش خارج سعراتك الحراريه. وتاني حاجه وهي الدهون المهدرجه والدهون الغير صحيه، ممكن نبدلها بالدهون الصحيه. وايه مصادرها؟ زي زيت الزيتون وزيت جوز الهند وصفار البيض والافوكادو والاسماك، كل دي دهون صحيه. تمام. ندخل بقى على المواد الحافظه واقول لك ان هي ملهاش بديل غير ان انت تشيلها اصلا من نظامك الغذائي. وعامه المواد الحافظه موجوده في السناك، فاحنا ممكن نبدل السناك ده بمكسرات او نبدله بفواكه، وبرده من غير افراط. لان اول حاجه الفواكه ممكن يكون فيها سكريات عاليه، فانا مش هكتر منها، بس اخد السناك بتاعي بدل ما اخد حاجه فيها مواد حافظه، اخد السناك من ثمره فاكهه او اخده من فول سوداني او اي نوع مكسرات، وبالتالي ابقى خدت بروتين وخدت دهون صحيه. بروتين بنسبه قليله او بروتين نباتي، لكن في بروتين ونسبه دهون صحيه كمان موجوده في المكسرات. فانا بالتالي خدت سناك وفي نفس الوقت ما ضرتش نفسي، بالعكس انا فدت جسمي. بس كده، سلام.